السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. اليوم ان شاء الله نقدم لكم محنشة عائلية بالكبدة ديال الدجاج، سهلة وفي نفس الوقت كتجي زوينة. كنتمنى تجربوها وغادي تعجبكم ان شاء الله. كنحتاجو لها في المقادير. عندي 3 الكيسان ديال الفورس مع نص كاس ديال القمح، نص خمارة، واحد المعلقة ديال الزيت والملح. وبالنسبة للحشوة غادي نحتاجو الكبدة ديال الدجاج، غنحتاجو 2 بصلات متوسطين، 2 ضريسات ديال الثومه، 2 معالق كبار ديال صلصه الصوجا. عندي الحامض مصير والعصير ديال الحامض، هريسه حسب الذوق. عندي البزار والتحميره والكمون. عندي قزبر اللي مقطع رقيق، و2 باكيات ديال الشعريه الصينيه. وغادي نحتاج واحد الصفر بيضه باش ندهن العجين. غنبدا بالعجينه هي الاولى. عندي الفورس مع القمح، غنضيف الملح، نص خماره ديال الحلوه، وغنضيف معلقه كبيره ديال الزيت، وغنجمع العجينه بالماء دافي حتى كنحصل على العجينه تكون فحال ديال المسمن. غندهنها بشويه الزيت بهذا الشكل. غندهنها بشويه الزيت ونديرها في بلاستيكه ونخليها ترتاح على ما نوجد الحشوه. غندوز باش نحضر الحشوه. كناخذ مقله كندير فيها شويه ديال الزيت، غنضيف لها البصله، 2 بصلات متوسطين، شويه ديال الملح، وغادي نخليها حتى كتشحر مزيان. هاهي من بعد ما تشحرات غنحيد على جنب. وفي نفس المقله غادي نضيف كبده ديال الدجاج، ضريس ديال الثومه يكون محكوك، وشويه الملحه، وغادي نخلي الكبده تشحر مزيان حتى كطيب. من بعد ما تشحرات غنحيدها حتى هي. وفي نفس المقله غنضيف شويه ديال الزيت، لاصوص الصوجا، غنضيف العصير ديال الحامض، والحامض من الداخل اللب ديالو، غنضيف واحد الضريس ديال الثومه، الهريسه والتوابل اللي عندي، والقزبر مقطع. كنشحرهم شويه حتى كيتشحروا. غنضيفوا لهم البصله والكبده، غنخلطوهم شويه حتى كيتخلطوا. وغادي نضيف لهم الشعريه الصينيه، غادي نخلطها مزيان معاهم حتى كتشرب ديك التوابل ونحطها تبرد. وغندوز باش نكمل العجين. كنكورو كويرات يكونوا شويه متوسطين. ها هما من بعد ما كملتهم غنجيب شويه ديال الزيت
وكناخد الكره الاولى كنسرحها، غنحطها على جنب، وغندوز الكره الثانيه حتى هي كندير لها نفس الشيء حتى كنكملهم، باش ملي كنبدا نطلق فيهم كنلقى العجينه ترخات ليا شويه. وكتعاونني باش نسرحها. غادا نكملهم بحال هكذا، نحطهم على جنب، ومن بعد ما كملتهم كاملين غناخد الكره الاولى كنطلقها حتى كتولي رقيقه بزاف. بهذا الشكل. وكنجي الحاشيه لتحت كنطويها على جوج، وغادا ندير فوق منها الحشوه من بعد ما بردات. غنلوي العجين على الحشوه حتى كنكملها، وغادا نطويها على شكل محنشه بحال هكذا. غنحطها على جنب وندوز باش نوجد العجينه الثانيه حتى هي غنطلقها حتى تولي رقيقه بنفس الشكل. كنطويها من التحت وكندير شويه الحشوه، ما كنكثروهاش بزاف باش ما تجيش غليظه. صافي غادي نطوي العجين كما طويتها المره الاولى، وكنجيب العجين اللي بديت بها كنلقيها مع العجين الثانيه بهذا الشكل، والملاقيه كنحاول ندخلها لتحت باش ما تخرجش، وغادا نكمل بحال هكذا حتى كنكمل العجين كامله اللي عندي. كنكملها بهذا الشكل. فين ما كنحطها كنحاول ندخل القناه لتحت باش كيثبتوا ليا، هي من بعد راه كتثبت بوحدها. ها هي من بعد ما كملتها كتجي بهذا الشكل. دابا غادا نجيب صفاره البيض اللي مخلطه مع صلصه الصوجه ونقيطه ديال الخل، وغادي ندهن الوجه ديالها مزيان، ورشوه باي حاجه بغيتو، بالزنجنان اولا بالبافون. وغادا ندخلها للفران كنتسنى عليها حتى كطيب وكتحمر من التحت، ونهبطها باش يتحمر لها الوجه ديالها. ومن بعد ما نخرجها غادي نوريكم الشكل ديالها كيف جا. وهذا هو الشكل ديالها من بعد ما خرجتها، كتجي زوينه. كنتمنى تجربوها وغادي تعجبكم ان شاء الله. وإلا جربتوها وعجباتكم اشتركوا معنا في القناه وخليونا لايك وتعليق،
ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه مقبله.